هم عارفين ان احنا اعدادنا ضخمه، وان الاباط مش محتاجين يتحالفوا مع اي حد. المصريين في امريكا هنا فوق 1.5 مليون مصري، مش محتاجين اصلا حد تاني، والاباط حوالي 1 واحد مش محتاجين احنا حد تاني عشان يتظاهر معانا. والكنائس عامره بالناس، والكنائس مشجعه انها تظهر تروح عشان تواجه هذا الموقف، وتقول للعالم وللشعب الامريكي ان احنا مع ثوره 30 يونيو، وان احنا ضد الدوله الدينيه السيقراطيه الاسلاميه التي يسعى اليها الاخوان. احنا حاجزين في المكان الكبير قوي اللي هو 47 مع الفيرست افنيو، 47 مع الفيرست افنيو، 47 ستريت مع فيرست افنيو، قدام البوابه اللي بيدخلوا منها الرؤساء وغيره. وهي مكان واسع جدا جدا علشان يسيع الالاف، لان غير كده الاماكن صغيره. تمام، ده حلو جدا. التجمعات امام الكنائس القبطيه في كل نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وميريلاند وواشنطن ودلاوير، والناس المسلمين والمسيحيين مدعون الى الاتوبيسات. تمام. واحنا في برضو الاعلان اللي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في بعض التليفونات علشان خاطر ايضا اي حد عايز يستفسر. الموضوع ده مظبوط، ده اللي هم المجموعه اللي شغال اللي معانا دول، اللي احنا حاطينهم دول هم الاسماء اللي منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي. هم دول الناس اللي هم بيرتبوا في اللوكيشنز مع الاتوبيسات، واللي هيستقبلوا الناس عشان يركبوها الاتوبيسات. نحن ملف الدوله المدنيه وملف حقوق الاقباط هم اولوياتنا، ودعمنا الدوله المصريه دعما شديدا منذ 25 يناير 2011 وما زلنا ندعم. والان الدوله المصريه بنفسها هي التي طلبت ان الاباط يطلعوا، طلبت الاباط يطلعوا، طلبت اللي هو طلبت الاباط يطلعوا امام الامم المتحده لدعم الرئيس السيسي ولدعم مصر في كلمتها امام جمعيه الامم المتحده. طلبونا كده بوضوح، الدولة المصرية طلبتنا وقالت للقيادات الدينية، وكلموا البابا وقالوا له اسندونا، عاوزينكم الاباط لازم يطلعوا عشان الاخوان بيخططوا، والاخوان موزعين صور، حاطين صورة السيسي وعليها شكل النازي، علامة النازي على وشه، ومالين بها نيويورك، والاخوان ملبسين واحد السيسي وشكل السيسي وبيدوروا بيه في نيويورك، وعملوا كده في واشنطن لما كانت مجموعة الكونجرس من اجل مصر. ولولا وجودنا وطردناهم احنا، لولا وجودنا كانوا ملبسين واحد امريكي لبس السيسي ومؤجرين شركه اسمها كود بينك، واحنا اللي طردناهم، واحنا اللي بنقف وجه الاخوان دعما للدوله المصريه، ودعما لمستقبل مصر، ودعما لطموح المصريين، ودعما لثوره 30 يونيو. ولكن هذا الدعم كما قلت مرتبط بشيئين رئيسيين: مقاومه الدوله الدينيه التكفيريه المتعصبه على كافه الطرق، والشيء الثاني هو المساواة والعدالة فيما يتعلق بملف حقوق الأقباط. دول الطلبين بتوعنا، واللي بنوضحهم وبنعلي صوتنا وبنقولهم وهنقولهم 100 مرة، وبناء عليهم هنختبر السيسي.